تعرف ازاي ناس بتعدي الأزمات وهي مبتسمة؟ مش سحر، لأ، ده مناعة تفاؤل. النهاردة في سكن هنبني مع بعض 3 خطوات عملية تخليك تلقائيا تشوف النور في أي ضلمة، زيك زي ما الجسم بيعمل وبيتعلم يقاوم البرد. أول خطوة، ازرع 3 ورود يوميا، مش في الأرض، في دماغك. كل صبح اكتب 3 حاجات بسيطة بتنتظرها بفرح، قهوة الصباح أو مكالمة لصاحبك اللي بيضحكك، حتى حلقة سكن الجديدة. الانتظار الإيجابي بيخلق مضادات حيوية للتفكير السلبي. الخطوة التانية، لعبة ايه الحلو اللي حصل. أي موقف وحش اسأل نفسك إيه الدرس اللي أنا اتعلمته، أو ايه الجانب المضحك فيه، حتى لو كان بسيط. الدماغ اللي بتتدرب نفسها هتلاقي الحلو، بيبقى مفيش هموم تقف قدامها. الخطوة الثالثة، شهادتك الجامعية في التفاؤل. خصص 5 دقايق يومية تسمع فيها بودكاست أو فيديو إيجابي، أو اقرأ جملة واحدة بس من كتاب ملهم. الجرعة اليومية دي هتخلي تفاؤلك يتجدد زي الدم. وهنجاوب على كل اللي يشاركوا. هتزرع النهاردة؟ قول لنا وردتك الأولانية، واكتب تحت الفيديو مناعتي هتبدأ بكذا. وما تنساش تشترك في القناة وتدوس على الجرس، عشان الحلقة الجاية هنكتشف مع بعض ازاي تخلق طاقة إيجابية في مكان شغلك، حتى لو زمايلك بيشتكوا كأنهم في مسابقة. وخليك فاكر، التفاؤل مش صفة جاية بالسحر، دي عضلة بتتمرن عليها كل يوم.